الخطوط الجوية القطرية رحلة رقم 964 المتجهة إلى دنقسار يرجى التوجه فورا بالصعود للطائرة عبر البوابة رقم A6. تعالوا شوفوا العظمة اللي عاملاها قطر في مطار الدوحة. تخيلوا غابة طبيعية جوه المطار. أنا مش مصدقة حجم ومساحة الغابة وشلالات كمان، مش بس غابة، لا شلالات شلالات مية وغابة في المطار كلها نباتات، نباتات نادرة مش نباتات عادية. شايفين قد إيه كمية الشجر والخضرة؟ بصراحة المفروض يسموه مطار الأكسجين لأن هنا في كمية أكسجين مش طبيعية. يا جماعة الناس اللي حابة تجذب السفر، يلا بقى غذوا أبصاركم بشكل المطار وشبعوا ودانكم بأصوات المسافرين اللي في المطار. علشان مشاهدة الفيديوهات من المطار بيعمل برمجة العقل الباطن بشكل أسرع، والعقل الباطن بيحب التكرار علشان يعرف يجذب، لأن صعب يجذب حاجة مش عارف شكلها. فلازم تملوا نظركم من فيديوهات المطار، ومش بس كده النظر تتفرجوا عليها وبس، لا عيشوا بقى فيها بأحاسيسكم وخيالكم. تخيلوا بقى ان انتوا هناك، يعني كل ما تشتغل على الخيال بشكل معمق كل ما بتسرع عندك حالة الجذب. طبعا انا بحكي لكم عن تجربة لان انا مجربة كل طرق التخيل دي، فانا عايزة صورت لكم مشاهد كتيرة علشان ايه تبدأوا تعيشوا فيها اطول فترة ممكنة. وعلى فكرة مطار حمد الدولي واخد أفضل مطار في العالم للراحة والاستجمام. بصراحة تستاهل المركز ده، مطار واسع وجميل ومليان أماكن كتير للراحة لو الترانزيت طويل، لدرجة إن هم عاملين صالات فيها سراير للنوم. والله في صالة هنا اسمها صالة النوم، بتاخد كابينة كده لمدة 3 ساعات تنام وترتاح وتفرد جسمك براحتك. وكمان فيه مترو مجاني بينقلك من بوابة لبوابة، ده غير الأسواق والمطاعم، القعدات كلها فوق الروعة للناس اللي بتحب الفخامة. بصراحة باذلين مجهود جبار في تنسيق الصخور مع الزهور مع الشلالات. سامعين صوت الوش ده؟ على فكرة ده صوت المية والشلالات الطبيعية اللي في كل مكان. اللي عنده بقى ترانزيت مدة طويلة هو اللي هيعرف يستمتع بالجمال ده. انا اصلا ملحقتش اخلصه كله، انا اتمشيت فيه كتير لكن ميعاد طيارتي جه فما كملتش. انما اللي عنده ترانزيت مدة طويلة يا بخته بقى، يا سعده يا هناه. قعدات هنا جميلة قوي واماكن طاقتها عالية ومريحة نفسيا. تحس كده ان هي بتغذيك وتديك ذبذبات ايجابية. هنا علم قطر مع مركب ومية صافية كرمز لدولة قطر أو كشيء بيعبر عنهم، وفي قعدة عربي جميلة هنا مع التراث القطري. يعني هم هنا رغم ان المطار متطور يعني في الديزاين، لكن محتفظين بالمباني التراثية بتاعتهم وقدروا يدمجوها مع الخضرة والطبيعة الخلابة. رغم ان قطر نفسها لما بتخشوها ما فيهاش كمية الخضرة دي، بس ايه هو حابب يعرفك ان انت هنا في مكان موجود فيه كل حاجة تتمناها. حتى غابات اندونيسيا وماليزيا وبالي جابوها لك وحطوها لك في المطار، ناقص يجيبوا لنا البحر بسمكه. لا وناس اذكياء قوي اللي صمم المطار ده الذكي عمل ممشى علوي علشان نشوف المشهد الخضرة من فوق. فبصوا الممشى قد ايه، ممرات فوق، في ممرات تمشي كده تستمتع بمشهد الخضرة. الناس قاعدة رايقة ازاي، انا حاسة الناس دي مش عايزة تروح بلدها، قاعدين وفرشين ومستقرين في المكان. يعني انا شفت كتير ناس قاعدين كأنهم في الجامعة. طب فكروني بأيام الجامعة لما كنا نقعد على الأرض كده. وده زي وعندهم وكمان في نظام دلوقتي هوريكم خيم. حاطين خيم جميلة قوي للي عايز يستجم او حب حد عايز ينام.
بصراحة ممتع ممتع جدا، مختلف عن أي مطار تاني. مطارات العالم كلها بيقعدوا على الكراسي الناس اللي عندها ترانزيت طويل، لكن هنا تخيل تنام تتمدد تحت الشجرة، محدش هيقولك حاجة، أحسن ما تنام على الكراسي هناك، تنام في الخضرة. حد طبعا خيم، اهي الخيم دي برضه عجبتني قوي قوي، جميلة. مش عارفة اصور ايه ولا ايه بصراحة. يا سلام على الروقان، الناس اللي قاعدة، ما دول طلبة الجامعة، بيفكروني بأيام الجامعة أو قاعدين في الجنينة. يعني بصراحة حاجة روعة، ممرات حلوة كمان حاطين فيها إضاءة، والسقف بتاع المطار روعة منه للسما، بس طبعا مش أشكال سداسية، خضرة الأكسجين داخل في مناخيرنا، يعني احنا قاعدين مع الأكسجين. Yeah, it's so nice. It's sad to get out. حلو. مم. بتقولي أمريكا. عارفة. أمريكا إيه؟ بس انت ماشية هنا في اندونيسيا. ايه ده، بصي الحقي. خيم. حلوة فكرة الخيم دي. مفيش صعود نزول بس من فوق تنزل. طب نجيبه منين ده يبقى تصوير هناك تحفة. لازم نركبه أول. You showing your tools? يعني دول جايين منين؟ من بعيد خالص؟ هو فين السلم؟ ايه ده تاني. ده. اه سلم عالي صح؟ ليه؟ كانت ماشية في غابة. خلينا نروح على الجيت. ماشي.
namin mga dito, bilim-bilim na nga dito. Maganda nga yung gano'n. Sige na. Pasok.